مش هتتجوزي الجوازه اللي انت عايزاها الا لو خسيتي. ونفس الكلام للولاد. هتيجي تقول لي ايه الهبل ده، واحنا المفروض بنقيم الناس مش على شكلهم، احنا بنقيم الناس بذاتهم وبشخصيتهم، وايه السطحيه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ بصوا يا جماعه، احنا مش في الجنه ولا في المدينه الفاضله. اللي هتحبنا زي ما احنا هي امنا بس. مفيش حد هيحبك زي ما انت. رضينا او لم نرضى، اول انطباع بيتاخد عن اي شخص في الدنيا مش بس في الجواز هو الشكل. ف وانت نفسك بتحكم بنفس الطريقه دي، بس انت بتودي وشك الناحيه التانيه لما الكلام يبقى بمنتهى الصراحه في الموضوع. فلا يا جماعه، الشكل بيفرق جدا جدا جدا، وعامل مهم جدا في فكره هل البنت دي آه، ثقتها بنفسها عاليه، فبالتالي ده بينعكس على الناس اللي قدامها، فبالتالي بتبقى فرصها احسن. هل الولد ده ثقته بنفسه اعلى، فبالتالي بتنعكس على اللي حواليه. بصوا، عايزين ندفن راسنا في الرمله، تمام، لكن عايزين الكلام الحقيقي، الكلام اللي اقسم بالله عن تجربتي الشخصيه. انا واحد كنت بعاني من السن طول عمري وخسيت 80 كيلو. هل نظره المجتمع ليا قبل ما اخس زي نظره المجتمع ليا بعد ما خسيت؟ يا جماعه اكيد لا. يعني نظره الناس عامه ليا هي لو انا داخل مكان كان هيبقى نفس النظره، نفس الانطباع عني. ما هو الشخص اللي مهتم بنفسه وشكله رياضي ولابس كويس ولابس شكل مهندم والكلام ده كله، ده مش بس معناه انه مهتم بجسمه وبصحته، ده معناه ان شخص عارف يتحمل مسؤوليه، عنده انضباط بشكل ما، مهتم بنفسه بشكل ما. نفس الكلام على البنات. يعني لو بنت لابسه فستان والفستان ده شكله حلو جدا عليها وفارده ظهرها وواثقه من نفسها، هل ده مش بيلفت النظر اكتر؟ بلاش عشان فكره الحرمانيه وان انت بتبص وكده. مامتك نفسها لو قاعده جنبك، او مام او يعني عارفين فكره اللي هو مامته بتشوف العروسه، لو هي مامته بتشوفك مش هتقول له البنت دي شكلها حلو، البنت دي شكلها كده واثقه من نفسها، شكلها متعلمه كويس، شكلها ما تيجي نتكلم معاها. فاللي هو ايا ما كان سيكونس الجواز ماشي ازاي، سواء سيكونس الجواز ده ماشي احنا دلوقتي مش يعني احنا دلوقتي احنا في المجتمع، ففي جوازات بتتم عن طريق الاهل والصالونات، ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا. وفي جوازات يعني بتتم ان واحد شاف واحده في الجامعه، واحد شاف واحده في الشغل فاعجب بيها واتجوزها. فبشكل او باخر الانطباع الاول بيجي من النظره العامه. هل الانطباع الاول ده بشرط يكون صح؟ يعني هل شرط ان بنت مثلا مهتميه بشكلها وجسمها ما فيهوش زياده في الوزن، هل معناه ان هي زوجه كويسه، زوجه صالحه؟ لا، ده مش معناه كده. بس هيزود فرص. يعني مثلا في 10 هيجوا لها علشان هم شافوا الصوره دي من بره، فال10 دول دخلوا شافوا ان هي مناسبه دينيا، هي مناسبه اجتماعيا، هي مناسبه كذا 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 كذا. لكن الثانيه اتظلمت لان هي ممكن تكون كويسه في كل النواحي. دينيا كويسه، اجتماعيا كويسه، متعلمه تعليم كويس جدا، روحها كويسه، دمها خفيف، بس بدل ما يجي لها 10 جالها 4، فالفرص قلت. فنفس الكلام بالنسبه للولاد. انا اعرف ولاد، خلي بالكم يا جماعه، يعني انا مش بس بكلمكم عن تجربتي الشخصيه، انا اتعاملت مع الاف الكلاينتس اونلاين في التغذيه والتدريب، وعارف انا بقول لكم ايه. اقسم بالله، يمين اتحلف يعني يمين اتحسب عليه قدام ربنا. انا في كلاينت كان معايا قال لي انا ببص في نفسي في المرايه ببقى مستحقر نفسي، وفي بنت رفضتني عشان الموضوع ده. اقسم بالله بعد ما ظبط جسمه راح اتقدم تاني والبنت وافقت واتجوزوا. يعني انتوا متخيلين؟ انا بكلمكم عن تجارب، انا في واحده قالت لي متجوزه بقى خلاص، يعني دي متجوزه وتخنت بعد الخلفه والولاده، تمام. جوزها قال لها معاكي 3 شهور لو ما خسيتيش انا هتجوز عليكي. هل انا موافق على الكلام ده؟ لا، انا مش موافق على الكلام ده. بس هل ده بيحصل في المجتمع؟ بيحصل في المجتمع، دي حقيقه. هنودي وشنا الناحيه الثانيه ونقول ان الكلام ده ما بيحصلش، وان احنا عايشين في المدينه الفاضله، وان احنا عايشين في الجنه، وان الناس ما بتاخدش بالطريقه دي؟ لا، الناس بتاخد بالطريقه دي، وانت مش عايش لوحدك وانا مش عايش لوحدي. هل انا متفق مع الكلام ده ولا لا؟ مالكوش دعوه بيا، انا مش بتكلم، انا بتكلم عن مواقف بتحصل. دي مواقف بتحصل. في بنات بتكلمني حسن انا يعني معجبه بولد، والولد ده انا مش عارفه الفت نظره علشان كذا وكذا وكذا وكذا. انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه؟ تمام. انا قريب من الناس، قريب من الكلاينتس، وقريب من الرسائل اللي بتجيلي على الدي امز على السوشيال ميديا، فانا فاهم انا بتكلم في ايه، تمام. هل اللي انا بقوله ده ملوش شواذ؟ لا، كل قاعده ليها شواذ. يعني ايه؟
يعني في جوازات خلاص هو حد مثلا اتعامل مع واحده حبها قوي، بغض النظر عن شكلها، بغض النظر عن اهتمامها بنفسها، بس هي شخصيه لذيذه وهو حبها وكل ده بيحصل 100%، وبيحصل كتير، بيحصل كتير. يعني بدون يعني انا شخصيا وانا بعاني من السمنه في وزن كبير، كان في بنت بتحبني عادي وانا في المدرسه وانا وزني مليان تمام. بس هل دي قاعده؟ لا مش قاعده، يعني دي مش قاعده. تمام. فاحنا بنتكلم الكلام اللي بما يرضي الله. هيجي واحد يقول لك في بقى اللي هو صوت منتشر على السوشيال ميديا، انت بتغير عشان نفسك، المفروض الناس تحبك زي ما انت، ولع شمعة واطفي النور وطلع النيجاتيف انرجي والعب يوجا واعمل تمارين تنفس. الرأي ده موجود، لو انت مقتنع بيه خلاص يعني اقتنع بيه تمام. لكن انا بقول لك ده رأيي عن تجربتي وعن تجربة شخصية، فوارد ما يعجبكش او وارد ما يبقاش دي الكيس بتاعتك او الكيس بتاعتك، بس اقسم بالله ده بيحصل. محدش هيحبك زي ما انت، محدش هيحبك حب اللي هو انكونديشنال او غير مشروط غير الست الوالده. يعني عايز بقى تقول اي كلام تاني قوله، بس انا بقول لكم الكلام المظبوط. هل ممكن ولد بيعاني من السمنه ما يتجوز؟ لا هيتجوز، وهيتجوز، واللي عايز يتجوز 4 بكره الصبح هيتجوز 4 بكره الصبح. وانا اتعاملت مع ناس، هو معلش هو ابن ناس جدا، متعلم جدا، دينيا كويس، غني جدا 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 جدا، عايز يتجوز بكره 4 هيتجوز بكره 4. بس هل هيأتراكت وهيعرف يتجوز الجوازه اللي عايزها على المقاس بالظبط بمزاجه؟ 50 50. طب لو هو بقى شخص فوق كل ده شكله كويس وجسمه كويس، فرصه بقت كام؟ 90% هيخلص اللي هو عايزه، 90% هياخد البنت اللي هو عايزها. تمام. فانا بكلمكم والله دي فيدباكس واخدها من الناس قبل ما اطلع اتكلم في الفيديو ده، دي فيدباكس واخدها من الناس. فمحدش يفتكر ان ايه ده انت بتدعو لكذا او انت شايف ان الدنيا كذا او لا، انا مش بدعو لكذا ولا انا شايف الدنيا كذا، انا جاي اقول لك الحقيقه، جاي اقول لك الكلام من غير مكياج. الكلام ده ما بيتقالش على السوشيال ميديا ليه؟ عشان الكلام ده اللي هيقوله على السوشيال ميديا هيتهاجم. طب انا ليه قلته؟ لان انا بشكل او باخر اصلا طول عمري بعاني من السمنه، فانا بقول لكم الموضوع بيفرق، نظره الناس بتفرق يا جماعه. ما يعني انا اصلا واحد منكم، فانا عارف انا بقول لكم ايه. ممكن حد تاني يبقى عارف ان الكلام ده وبيشتغل نفس الشغلانه بتاعتي وبيتعامل مع الاف من الكلاينتس وبيسمع الكلام ده وما يقدرش يقوله، لان لو اتقالوا بقى تيجي بقى اللي هم، يعني مش عايز اقول اسمي مسميات، بس تيجي واحده فيمينست بقى تجز عليه، او حد يقول له الحق وحد يعمل منشن لكذا. لا انا مش بقول لكم ان انا مع كده، انا بقول لكم ان ده بيحصل، وان احنا لازم نبقى فاهمين ان احنا لازم نتغير، مش بس عشان نفسنا، مش بس عشان ذاتنا، مش بس عشان الناس اللي بتحبنا، لا لازم نغير من نفسنا، علشان ده بيفرق جدا في ثقتنا بنفسنا، وبيفرق جدا لنظرة الناس لينا، وبيفرق جدا في حظوظنا في بيزنس، في جواز، في سفر، في في كل حاجة ممكن تتخيلوها، في كل حاجة ممكن تتخيلوها. فأنا مش بقول إن البنت اللي بتعاني من السمنة أو الولد اللي بيعاني من السمنة ده هنضربه بالنار، ما أنا طول عمري بعاني من السمنة، هل أنا المفروض كنت أتضرب بالنار؟ لا. بس بقول ان ده فرصه اقل من الشخص اللي مهتم بنفسه. بمعنى لو احنا قلنا بنت فيها كل المميزات ومهتميه بنفسها، وبنت تانية فيها كل المميزات ومهتميه بنفسها وبجسمها، حظوظهم زي بعض؟ لا حظوظهم مش زي بعض، في جواز، في شغل، في كل حاجه في الدنيا. فما ما نضحكش على نفسنا، ده اللي انا جاي اقوله. والله دي اقسم بالله رساله امينه، ويفهموا ان هم لازم يتغيروا عشان ذاتهم وعشان مامتهم اللي بتحبهم وعشان اهلهم وعلشان الناس والمجتمع اللي هو مش هيحبهم زي ما هم، يعني ومش هيديهم نفس الحظوظ لشخص تاني. فده ملخص الفيديو. ارجوكوا ما حدش يفهمني غلط، وده رايي، وزي ما قلت لكم ده عن تجربه وعن تجربه كلاينتس معايا، ولو حاسس ان الراي ده مش رايك، يعني اديني قلت راي معاكس شويه للي بيتقال على السوشيال ميديا، جايز ينفع حد غيرك انت. شكرا ليكم، ويا رب ما اكونش قلت كلمه زعلت حد مني، ويا رب في نفس الوقت اكون فدت حتى لو واحد بس اقتنع باللي انا قلته ده. وعلى فكره الفيديو ده مش سكريبت، انا مش كاتبه، ما ببصش في حاجه، انا فتحت الكاميرا واتكلمت، وحتى انتوا عارفين انا فيديوهاتي ما بصورش حاجه في العربيه، فيديوهات طويله. شكرا ليكم، واستناكم السبت الجاي الساعه 2. سلام.